السلام عليكم. خير ما نبدأ به الكلام، والصلاة والسلام على خير الأنام. واش كيسحب لك الدجاج اللي كتاكل اليوم هو نفس الدجاج اللي كانوا جدودنا تياكلوه؟ ركز معايا، انت كتاكل كائن حي مشوه بيولوجيا، مخلوق في المختبر باش يتنفخ في 40 يوم، وهذا الشيء كيرجع على صحتك بكوارث. الدجاج الرومي اليوم كيتعطاه ما يسمى بجراوت بروميترز، أي محفزات النمو باش يوصل لوزن خيالي في وقت قياسي. هاد الطفرة في النمو اللي كتخلي الجهاز الهضمي ديال الدجاجة ضعيف لدرجة أنها كتاكل فضلات بعضياتها، وكتمتص بكتيريا ضارة بحال السالمونيلا أو كامبيلوباكتر اللي كتدوز ليك مباشرة للأمعاء ديالك. زيد عليها كمية الانتيبيوتيك أي المضادات الحيوية اللي كيتلقح بها باش ما يموتش وسط الزحام. هاد المواد كتدمر ليك الميكروبيوم أي البكتيريا النافعة، وكتسبب ليك خلل هرموني. انت ما كتاكلش بروتين، انت كتاكل مخلفات كيميائية وألياف عضلية ملتهبة. في نظام الأكل الصحي كنقلبوا على الطاقة الحية واللحم النقي. الدجاج الرومي كائن منكوس بالفطرة، كيعيش في الظلام، كياكل الزبل وكيكبر قبل الوقت ديالو. هاد الحالة ديال الستريس اللي كيعيش هاد الدجاج كتنتج سموم في اللحم ديالو، كدير ليك التهابات صامتة وتدمر ليك الخلايا بشكل نهائي. الصحة ما كتحتاجش مسكنات، كتحتاج القرارات. قطع الدجاج الرومي، داكشي اللي كتاكل اليوم هو اللي كيبني ليك الخلايا ديالك غدا. نشوفكم في فيديو جديد.